بسم الله، مرحبا بكم كامل في قناتي. بما ان العيد قرب حبيت نشارك معكم وصفة اللحم في لاكوكوت، بنينة سهلة ريحتها تشهي وتفرح القلب قبل الكرش. خليكم معايا بالوصفة وطريقة التحضير. اول حاجة نوجدو قبل التتبيلة تاعنا اللي فيها مغرف تاع طحين، مغرف لاموطا، 3 سنينات تاع توم، زعترة، ملح، فلفل اسود، فلفل عكري، وكأس شاي مملوء ماء. نخلطو كامل هاد المكونات مع بعضياتهم، بعدها نوضعو لي مورسو تاعنا تاع اللحم. بعد ما تبلنا كامل هادوك لي مورسو تاع اللحم تاعنا راح نوضعوهم في لاكوكوت ونضيفو لها مغرف تاع الزيت، ونطيبو اللحم تاعنا على نار تكون هاديه هكذا باه ما ينحرقناش. بعد ما فاتت 40 دقيقه حليت لاكوكوت تاعي وبديت نقلب في هذاك اللحم تاعنا ماكسيموم ساعه يكون طايب. هنا اللحم تاعنا راح يجي طايب وبنين ويدوب في الفم. كنت شاركت معاهم ايضا وصفه البرقوق اللي نحتاج فيها 2 مغارف تاع السكر، كاس تاع الماء، والمشماش كنت شللته بالماء حامي، نرميهم كامل يطيبوا مع بعضياتهم لمده نصف ساعه حتى 40 دقيقه. بعدها نغسل البرقوق تاعي ايضا بالماء حامي ونرميه معاهم لمده 10 دقائق، ونضيف لها جو رامي ذوق الاناناس او البرتقال. وهكا نكونوا كملنا وصفتنا نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. ما تنساوش تعموني وتشتركوا في القناة. ربي يهنيكم ويخلي دياركم ديما عامرة بالخير والبركة. في امان الله.